السلام عليكم. ازيكم؟ عايز اتكلم النهارده عن المقاطعه. الاول، من حقك انك تقاطع، وانا مع المقاطعه. بمعنى حضرتك بتقاطع منتجات، طيب انا معاك ان انت بتعمل اللي في وسعك، معاك ان انت بتعمل اللي في مقدرتك، انت مش قادر تشيل سلاح وتحارب. انت دلوقتي بتقاطع المنتجات اللي اصحابها يهود، اللي اصحابها امريكان، اللي اصحابها فرنساويين، اللي اصحابها المانيين، وهكذا. طيب قاطع زي ما انت عايز. الاول بس ده رايي، انت ليك الحريه تعمل اللي انت عايزه، تمام؟ بس عشان نكون متفقين، انت لما بتقاطع صاحب المال او صاحب الشركه اللي انت قاطعتها، ده الراجل ده هو كده كده اوريدي معاه فلوس. انت لو قفلت له الفروع بتاعته في مصر هيعيش وهيصرف على اولاده، معاه ملايين وممكن تكون مليارات يقدر يعيش بيها ملك زي ما بيقولوا. طيب ايه المشكله؟ المشكله هنا في ان انت ما فكرتش الاول. انت لما تروح على محل او عامل معاه مقاطعه ما فكرتش كام مصري شغالين فيه، ما فكرتش كام بيت مفتوحين بسبب المحل ده. للمره الثالثه بقول لحضرتك انا مش ضد المقاطعه، ولا بدافع عن محلات، ولا بدافع عن منتجات. قاطع براحتك، لكن قبل ما تقاطع فكر بالعقل. دايما انا بقول نفكر بالعقل. افكر بالعقل يعني ايه؟ طيب انا شفت فيديوهات لناس راحت كسرت ماكدونالدز، وفي فيديوهات اخرى لمحلات اخرى. طب انت بتكسره ليه؟ انت بتكسره ليه؟ خد بالك، هو اللي فاتح في بلدك، اللي فاتح في مصر ده كل منتجاته ما بيستوردهاش من بره، لا، ممكن تكون في بعض الحاجات البسيطه ممكن يستوردها من بره، وممكن ما يكونش بيستورد اي حاجه من بره. كل المنتجات اللي بيشتغل بيها عشان يطلع لك المنتج بتاعك دي كلها مصريه. فكر في الراجل اللي بيشتري منه الخامات، ما هو مصري. اللي بيشتري منه الزيت اللي بيشتغل بيه للاكل بتاع حضرتك، اللي بيشتري بيه اي نوع من انواع المنتجات اللي بتدخل في المنتج اللي بيطلع لحضرتك ده، دول بيشتري منين؟ ما هو بيشتري من قلب بلدك، بيشتري من بلدك، فمشغل كام مورد ليه. طيب الموظفين بتاع الدليفري، بتاع الكاشير، بتاع ما مش كل دول فاتحين بيوت؟ في حضرتك اللي بيستنى اخر الشهر عشان ياخد المرتب عشان يرجع لاولاده اللي محتاجين اكل ومحتاجين لبس ومحتاجين ادويه، زي ما حضرتك دلوقتي بتصرف على اولادك من الالف للياء، هو بيصرف على اولاده من الالف للياء. حضرتك لو في ناس مش حاسه ان في ناس بتقبض 2000 جنيه و2500 جنيه وبيصرف على اولاده بيهم، يبقى حضرتك كده مش واخد بالك. قاطع زي ما انت عايز تقاطع، انا ما بقولكش ما تقاطعش، قاطع زي ما انت عايز تقاطع، بس فكر الاول انت هتأذي مين. فكر انك هتأذي اخوك اللي هو المصري برضو، فكر انك هتأثر على اخوك المصري. لما المحل ده يقفل مش هيأثر على صاحبه في حاجه، هو عنده افرع كتير في جميع الدول، هيقعد باشا وهيصرف على نفسه واولاده. لكن حضرتك قفلت كام بيت؟ أثرت على كام بيت؟ يا جماعه هفضل اقول بالعقل، فكر بالعقل. السلام عليكم.